بمجموعة المنتخب المغربي. المغرب سيكون في مجموعة فيها البرازيل، أيضا منتخب هايتي، بالإضافة إلى البرازيل وهايتي أيضا سيكون مع المغرب منتخب اسكتلندا الذي سبق أن لعب ضد المغرب في كأس العالم 1998. مباشرة أستاذ محمد الميغودي، أعتقد أنه بالنسبة للمغرب التأهل يعني تقريبا شبه مضمون بوجود هايتي خاصة وأيضا اسكتلندا. ممكن المغرب تأمل في المركز الثاني أو لما لا حتى تصدر هذه المجموعة لتسهيل المأمولية في الدور الثانية. والله عزيزي كان بناء على تصريح محمد وهبي الأخير وبناء على تلك الثقة التي أبان عنها أيضا، وهو يناقش تشكيلته واختياراته ويناقش أيضا حتى هدفه من هذا كأس العالم، قال بأنه لا يخاف أي منتخب. أتمنى أن لا نخشى أي منتخب، أتمنى أن نتأهل سواء كنا في الصف الأول أو في الصف الثاني، ولكن أعتقد أن هذه المجموعة لا يجب أن نتعامل معها بنوع من التصغير، لا يجب أن نتعامل معها بنوع من الاستهتار، يجب أن نتعامل معها بنوع من الاحترافية، المهنية، الدقة، وأيضا حتى الثقة يجب أن تكون مبنية على معطيات صحيحة. سنواجه البرازيل ونواجه منتخبات أخرى، يجب أن نكون أيضا صارمين في تعاملنا مع اللقاءات بالكامل، وهذا هو الأساس. واضح أستاذ محمد الميغودي. هذه مجموعة المنتخب المغربي على فكرة تقريبا هي نفس مجموعة المغرب في كأس العالم 1990، يعني باستثناء يعني مكان هايتي أصبح منتخب، مكان النرويج أصبح منتخب هايتي، ولكن المغرب كانت في مجموعة، نتذكر في البرازيل، اسكتلندا والنرويج، ونتذكر ما فعلته البرازيل والنرويج في مباراة الجولة الثالثة والتعادل 2-2 في ذلك الوقت. نمشي لمجموعة المنتخب القطري. قطر لن تكون في مجموعة سهلة الحقيقة، الأسماء ممكن ليست بالأسماء الرنانة، ولكن المجموعة صعبة كابتن وجدي بوعزي. كندا، قطر، سويسرا والبوسنة والهرسك. بالنسبة للمنتخب القطري مجموعة ليست في المتناول. صحيح، مجموعة صعبة ليست في المتناول، لكن لو نقارن المجموعة اللي كانت فيها قطر في كأس العالم 2022 ممكن مجموعة كانت أسهل اللي كانت فيها. ما ننساوش أن قطر واجهت الإكوادور، السنغال وهولندا في 2022، لكن بصراحة المجموعة هذه مجموعة قوية. سويسرا منتخب عالمي، منتخب كبير، عنده كثير من اللاعبين اللي يلعبوا في بطولات كبيرة أوروبية وفي أندية كبيرة عالمية. المنتخب الكندي المنتخب متطور على جميع المستويات، عنده رؤية شاملة، عنده مدرب ومجموعة لا يستهان بها، لا بأس عليها، معناها عندهم أهداف يقدروا يحققوها. منتخب يقدر يفوز على أي منتخب كبير. والمنتخب الثالث هو المنتخب البوسني. المنتخب البوسني شفناه في التصفيات، وصوله أصلا لكأس العالم ما كانش صدفة. منتخب أكد المردود الكبير، أقصى المنتخب الإيطالي، المنتخب الإيطالي في آخر مقابلة البراج. المنتخب القطري يلزم يكون حذر في المقابلات الكل. المنتخب القطري ما ننساوش انه المجموعه هذه المتوفره المنتخب القطري عندها سنين تلعب مع بعضها، ممكن برشا لاعبين مش يلقاو رواحهم في اخر كاس عالم او اخر تظاهره للاعبين هذوما، ما عليهم كان يتوحدوا، كان يكونوا اقوى خاصه على المستوى الذهني، ويقدموا بصراحه، ونتمناوا انه المنتخب القطري يقدم نتائج ممتازه في كاس العالم هذه. على كل سعيد جدا ان ينضم الينا من تونس كابتن ناصر البدوي. كابتن ناصر البدوي سينضم إلينا بعد دقائق قليلة. مع الأسف وممكن ناصر البدوي كان يظن أنه نفس توقيت البرنامج سابقا، أخطأ في ساعة ماشي بتوقيت مختلف على التوقيت اللي أرسلته له. ممكن عقليته عقلية أوروبية، ماشي بتوقيت ألمانيا وفرنسا. المهم أنه التحق بنا في برنامج الكرة العربية. سعيد جدا بوجودك معنا كابتن ناصر البدوي. أعطيني عدنان مجموعة تونس مع كابتن ناصر البدوي. مجموعة المنتخب التونسي ناخذوها على الطاير كابتن ناصر البدوي حتى نكسب وجوده معنا. تونس ستكون في مجموعة الحقيقة أيضا صعبة جدا، معها المنتخب الياباني، المنتخب السويدي، وأيضا المنتخب الهولندي. كابتن ناصر البدوي تقريبا من أصعب المجموعات في تاريخ كرة القدم التونسية. هو بالنسبة لي أنا صحيح ساعة والحاجة. تحية ليك وتحية للحضور الكريم. هو اتصل متأخر والمايك هكا، والمايك يصير تضبيطه على الهواء مباشرة يعني. اي تفضل كابتن ناصر.
اول حاجه نعتذر على التاخير بالحق، وهيك انا كنت فما فارق الوقت اللي يمكن ما قريتش حسابي بالكدا، لكن نعتذر منكم وان شاء الله معناتها نكونوا تقبلوا الاعتذار. بما يخص المنتخب التونسي، صحيح المنتخب التونسي يكون موجود في مجموعه من نعتبرها مهمه برشا. المنتخب التونسي ظهر لي وقت اللي نبدا نحكيو على المنتخب السويدي ونحكيو على المنتخب الياباني والمنتخب الهولندي من الفرق اللي عندها تقاليد كبيره في كاس العالم، واللي المنتخبات هذوما اللي عندهم كره ممتازه برشا، لكن الكره نتاعهم مختلفه بالنسبه لي انا. المنتخبات مثلا كي نحكي على المنتخب الياباني منتخب منظم، منتخب معناتها نقولوا احنا من ناحيه الانضباط التكتيكي يكون كبير برشا، السرعه الفريق تطور رياضيا برشا. صحيح انتصرنا عليه في مباراه في دوره وديه، صحيح في دوره، لكن فريق من الفرق الكبرى اللي قاعده تعمل في نتائج كبيره برشا. بالنسبه لي انا كيف وقت اللي نحكي على المنتخب السويدي زاد كيف من المنتخبات اللي نعتبرها عريقه في كره القدم، من المنتخبات اللي قادره معناتها تخلق اي منتخب، ومعناتها حتى الحظوظ نتاعها نعتبرها ديما تكون مهمه في كؤوس العالم اللي تكون مشاركه فيها. منتخبات اللي باش نلعبوا ضدها كلها نعتبرها عريقه، من غير ما نحكي على المنتخب الهولندي. المنتخب الهولندي اللي من المنتخبات ديما تفرج كوره، منتخبات الكره الشامله، الكره الممتازه، من الفرق اللي عندهم مهارات فرديه كبيره برشا، من المنتخبات اللي تقلق حتى للناسيون الكبار، الجمعيات الكبيره، المنتخبات الكبيره. لكن المنتخب التونسي انا والله المره هذه يمكن متفائل اكثر، خاطر ديما نقول انا في كل مره نقولوا احنا المنتخب يمكن مش عنده امكانيه كبيره يتعدى، ونحكيوا على 48 فريق ومعناتها يمكن حظوظنا اكثر، لكن المنتخب التونسي ظالي بالامكانيات اللي قاعده تتحط، يمكن بالفكر الجديد نتاع المدرب نتاعو اللي ينجم ان شاء الله يبدل يغير حاجات في المنتخب. يمكن زاد المجموعه اللي باش تمشي لكاس العالم يمكن زاد نقولوا احنا طموحاتها تكون اكبر باش تنجم تعمل نتائج ايجابيه، بالرغم من القيمه الفنيه نتاع المنتخبات اللي باش تكون منافسه. لكن انا عندي قناعه ان يمكن المنتخب التونسي فما ان شاء الله ديما امل، نقولوا امل يكون كبير ان المنتخب التونسي قادر يعمل دوره ديما، على خاطر انا في كره القدم على ساعه ونص ديما بالرغم بعد ساعات فما فوارق كبيره بينك وبين المنتخبات اللي تكون منافسه، لكن بعد ساعات على ساعه ونص تنجم تتغير برشا اشياء، وان شاء الله المنتخب يكون في الموعد ويعمل لنا مباريات اللي ما الحق نستناو فيها ونتعداو للدور الثاني اللي عندنا قداش من عام واحنا نحلموا به، وان شاء الله تكون نكسروا الحلمه هذه اللي قاعده معناتها حلم كل التوانسه اللي باش يوصل المنتخب التونسي يتعدى للدور الثاني. واضح، ولو انه هو الدور الثاني الان صحيح، هو يقول في العديد يتحدثوا يقولوا الدور الثاني يجب ان يكون موجود باعتبار 48 منتخب يتاهلوا 32، ولكن لما تشاهد ايطاليا لم تتاهل المره الثالثه لكاس العالم تعرف انه في بعض الاحيان الامور تبقى صعبه على كل المستويات. نمشي لشريف عبد القادر الحديث عن المنتخب المصري قبل المجموعه فقط بسرعه. شريف، بالنسبه للاستدعاء ناخذ المجموعه مش مشكله، ناخذ المجموعه السابعه: بلجيكا، مصر، ايران ونيوزيلندا، هذه مجموعه المنتخب المصري. ولكن قبل الحديث عن هذه المجموعه شريف، استدعاء حمزه عبد الكريم مكان مصطفى محمد اثار العديد من التساؤلات. لا بالتأكيد يعني استبعاد مصطفى محمد يعني عمل حالة من الغضب الشديد جدا في وسائل الإعلام وفي السوشيال ميديا، ولكن هو مفاجأة متوقعة، مفاجأة لأن عطفا على خبرات اللاعب ووجوده في كل معسكرات المنتخب من فترة طويلة، وحتى مع كابتن حسام حسن في المعسكرات اللي فاتت كلها كان موجود، في أفريقيا كان موجود، متوقعة عطفا على أرقامه هذا الموسم. Some heroic goalkeeping, but even that couldn't save them this time. Well, you might think I'm being a bit harsh, Peter, but I just can't help the feeling that the keeper should have done a better job. Full stop. 2 goals on the day, and he may not yet be done.